السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالجميع، نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غادا نحضر معكم واحد الحلوة كتجي زوينة هشيشة ولذيذة في نفس الوقت. غادي نبداو بالمقادير إن شاء الله، تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. المهم على بركة الله، عندنا هنا واحد المارغرين و 200 غرام من الزبدة خاصة بالحلويات طبعا، وعندنا كأس ونص ديال السكر الثقيل، وعندنا كذلك جوج بيضات. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان وغادي نضيف لهم كأس زيت المائدة. غادي نضيف لهم كذلك واحد 2 معالق كبار ديال قشرة الحامض باش كتعطينا ديك النكهه الحامض في الحلوه، او اللي كنديروا نكهه الحامض اللي كنشريو من المحل ديال الحلويات. غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان وغنحاولوا نخدموا هاد الزبده مزيان حتى تولي كريمه. باش تنجح معاكم هاد العجينه خاص تخدموا مزيان الزبده مع هاد المكونات حتى تولي كريمه. غادي نضيف لهم واحد الخماره حمراء وكذلك الطحين بالتدريج. طبعا هنا غادي نحتاجو الدقيق الرطب. غادي نجمعوا المكونات ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على العجينه طريه صالحه للخدمه. المهم غادي تشوفوا معايا هنا في الفيديو كيفاش كتجي عجينه روعه لذيذه بلا ما نشكرها لكم. المهم خدموها بهذه الطريقه. غادي نجمع المكونات ديالي كاملين، العجينه ديالي كامله جات هكا طريه. غندوز معكم دابا المرحله ديال التشكيل. غادي نقطع العجينه 3 أو 4 د القطع، وغادي نسرح القطعه الاولى في البلاستيك. ضروري من البلاستيك باش كيبقى الصابلي في الحجم ديالو ما كيخسرش. المهم غادي نحاول نسرح العجينه كما كتشوفوا. بالنسبه للعجينه كاينه اللي كتبغي الصابلي يكون شويه السمك ديالو عالي فكتخلي شويه العجينه يعني شاده في راسها، وكاينه اللي كتبغي الصابلي يكون رقيق فكتبريسي العجينه كترد داك الغدايد في الدلاك وتخرج العجينه رقيقه. هو بالنسبه لهاد الحلوه بحكم غندير وحده على وحده فكنحاول انني نرققها. صافي يلا مشينا. دابا عندي المرشم ديال الهلال هو اللي غادي نزوق به. غادي نقطع العجينه ديالي كامله وغادي نديرها في الطاوات. غادي نخشيها في الفران صافي حتى كطيب وكنحيدها، كتاخذ واحد اللون ذهبي وكنحيدها. وغندوزو معكم ان شاء الله لباقي التفاصيل ديال الفيديو باش نشوفوا تزيين الاخر الحلوه ديالنا. بعد ما ساليت الحلوه ديالي طيبتها كامله، دابا غادي نجي للتزيين. عندي هنا الكوك وعندي نكهه ديال الحامض وعندي اللي عفوا الكونفيتير باش كنلصق الصابلي ديالي. هنا غادي نخلط النكهه ديال الحامض مع الكوك حتى كيولي صفر. صافي. بالنسبه علاش درت النكهه ديال الحامض باش كنمشي مع داك الذوق ديال الحامض اللي انا درت في العجينه. وفي هذه الحاله يمكن لكم حتى تعوضوا الحامض بالليمون، يعني نديروا 2 معالق ديال قشره ديال الليمون في العجينه ونعوضوا النكهه ديال الحامض بالنكهه ديال الليمون. صافي وكنمشيو مع داك لوغو ديال الحامض اولا ديال الليمون، المهم على حسب الاختيار ديال كل وحده. هنا غادي نحاول نلصق الصابلي ديالي وغادي نزين بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي غادي نمشي بهذه الطريقه تنسالي الحلوه ديالي كامله غنحاول نزينها بالشكلاط. كيبقى تزيين حسب اختيار كل وحده، فقط فكره وشاركتها معكم. الفيديو ديالي على وشك الانتهاء، نتمنى ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.